احب اعرفكم بنفسي. بعد طولة الزمن دي كلها اخيرا ظهرت لكم. انا عبده اللي كنتوا بتشوفوه في الفيديوهات، انا عبده الهيكل العظمي اللي ياما اتريقتوا عليه. انا النهارده جاي اجرد لكم دكتور حازم اللي انتوا فرحانين بيه ده. جايين نساله النهارده شويه اسئله ما دارتش حتى على نفسه. والنهارده انا سيطرت على قناه ماسل كلينيك شخصيا من قلب مركز ماسل كلينيك دلوقتي، وجاي اقول لكم حلقه جديده. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا اتقابلنا. كتير قوي قعدتوا تتفرجوا عليا وتشوفوا التشريح وتشوفوا العضلات، بس اديني جيت عشان أقعد مع دكتور حازم قعدة كلكم كنتوا مستنينها وعايزين تفرحوا فيه. النهارده جايين نسأل دكتور حازم شوية أسئلة عميقة، أسئلة يمكن تبادرت لكتير جدا جوه ذهنكم، أسئلة بالنسبة لي أنا شخصيا عايزه أجاوب عليها. ففيديو Q&A حلو بس من عبده لدكتور حازم. ازيك يا دك؟ عامل إيه؟ أخيرا اتقابلنا. إيه ده؟ عبده صباح الفل، ازيك حبيب قلبي؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ يعني انا عايز اقول لك في الاول ان انت يعني قدمت لينا والمتابعين ماسل كلينيك، جيش ماسل كلينيك الجامد، خدمه جليله جدا خلال ال5 سنوات اللي فاتت. يعني بنشرح عليك تشريح، بنشرح عليك كورس التشريح. يعني بص احنا يعني مستغلينك اسوأ استغلال يا عبده الحقيقه. بس النهارده انت جاي في ايه؟ انا حاسك مش جاي كده على حاجه كويسه. لا يا دك والله انا مش جاي في حاجه وحشه، يعني جايين نتعرف على بعض شويه. في شويه اسئله عندي انا شخصيا وعند المتابعين، يعني حابين نسالها لحضرتك من غير ما نكون تقال عليك. ويا راجل انت تقلت علينا كتير يعني حتى لو، ونتمنى ان صدرك يكون رحب ليها. بس كده قوي يعني اسال يا عم، ما يعني شكلك هتقلقني كده. اتفضل يا سيدي. اول سؤال، انا مرزوع جنبك بقالي 5 سنين في الفيديوهات، الحقيقه زهقت من كتر الانجليزي اللي انت بتتكلمه يا دكتور. والحقيقه انا مش لوحدي، انا و3 مليون ونص واحد على اليوتيوب، ده غير المليون اللي على الفيسبوك، ده غير ال200,000 اللي على الانستجرام. زهقنا. الانجليزي بتاعك يا دكتور ليه؟ يعني بص ده السؤال بقى اللي يعني بص مضايق الصراحه، حاسس في نفسيتي كده. انت ليه بتتكلم انجليزي؟ ليه بتدخل انجليزي في كل كلامك؟ اتمنى تقول لي. طيب يا سيدي ماشي خلاص، يعني بدون المبالغه في الحاجات، يعني انا متاكد ان انا اكيد جيلتي مذنب شويه بالكلام الانجليزي. بس والله الحقيقه الموضوع ينقسم لشقين، ويمكن الشق الاول كنت وضحت فيه مصطلحات طبيه كتير قوي ما لهاش ترجمه لها معنى بالعربي، وهسيب لكم الموضوع دوت في فيديو ممكن تشوفوه فوق. هتعرفوا ان بعض الحاجات لما مثلا اقول لك الروتيتور كف ماسلز اسمها عضلات الكفه المدوره، انت فهمت ايه الاثنين سيام بالنسبه لك. بس برضو انا لا انكر يعني ان انا كتير قوي داخل كلامي بحكم الدراسه. يعني انا بعتذر للجميع، يعني انا بحاول على قد ما اقدر. يعني انا مش مولود جاي من باريس في علبه، انا من اسره متوسطه وعشت في احياء القاهره الفقيره المعدمه. فانا يعني مش جاي مش زي ما انتم فاكرين. ودراستي كانت عربي، ما كنتش لغات. بس مع الدراسه بالانجلش وده طريقه الكلام والماجستير والكورسات كل حاجه خلاص بقت يعني للاسف هي دي لغه العلم دلوقتي. فالواحد يعني ايه اكيد تاثر بهذه الثقافه. فاحنا بنقول ان انا بحاول على قد ما اقدر والله ان انا اقلل شويه من الانجليش، والا في اطاره يعني مصطلح طبي اقوله بالانجلش او باللاتيني او كده، لكن على قد ما اقدر بحاول اقلل في الموضوع ده. يعني فيعني دعواتكم كده بالتيسير وطولوا بالكم علينا. ويا عم ما تزعلش نفسك ان شاء الله، يعني ايه واحده كده وتلاقي ايه الدنيا كلها محتوى عربي. ويا عالم يمكن يطلع مننا جيل من العلماء الجامدين جدا اللي يطوروا العلم بالعربي، وساعتها بس هنجبر الاجانب والناس كلها يتكلموا عربي ويبداوا يدخلوا العربي في الانجليزي. ماشي يا دكتور، احنا كده فهمنا الموضوع بتاع الانجليزي. بس انا عايز اسالك سؤال هو يمكن شخصي حبتين شويه. كتير مننا بيمر بصعاب ومشاكل في حياته. انا عايز اسالك بقى يا دكتور، ايه اصعب فتره عدت عليك في حياتك؟ يعني لو مش عايز تجاوب ما تجاوبش، بس اتمنى تشاركنا الموضوع ده. والله انا في حياتي مريت بفترات صعبه كتير بفضل الله الحمد لله. بس يعني انا ما ببصش للصعاب دي ان هي حاجه مستحيله، ومش عايز كلامي يبان موتيفيشن وكلام يعني احنا جامدين لا. يعني هو يعني خلق الانسان في كبد، ولقد خلقنا الانسان في كبد. يعني والانسان خلق في عناء، والسحله بتاعت الدنيا دي مش هتخلص. لكن لو انت عايز فتره يعني اصعب فتره في حياتي، فهي الفتره اللي انا بمر بيها حاليا. تعتبر يعني انا يعني عارف لما بيجي لك فتره صعبه وتحس ان هي فتره صعبه، وبعدين يجي لك فتره اصعب فتعرف ان اللي فات ده ما كانش صعب قوي، وبعدين تعرف ان انت اصعب. ممكن تكون منزعج شويه، او يعني بتحس ان انت ساعات فقدت الامل، او ساعات يأست. طبعا يأست بشكل مؤقت، يعني مش يأس من رحمه الله او مش يأس من ربنا سبحانه وتعالى، بس بتحس كده ان انت محبط، او يعني الدنيا بقى مش تعرفش تجيبها منين ولا فين. بس والله يعني الخاطره دي تحضرني الان، وعشان كده عايز اشاركها معاكم. وهي يعني هي كلام انا ما بحبش اضرب كلام كليشيه كتير، بس يعني عارف
عارف بيقول لك الماس الالماظ يعني بيبقى اصله فحم، بس عشان يتحول من فحم يعني ثمنه زهيد وملوش لازمه قوي غير في بعض الامور يعني، لماس عنصر نفيس غالي جدا 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 بيتحرق ويتحط في بطن الارض تحت درجات حراره عاليه قد ايه وبيستحمل قد ايه عشان يتحول لماس في الاخر. فانت وتحديك كل واحد على حسب الصعاب والمشاق اللي بيشوفها في حياته. اعرف انا بحاول اقول لنفسي كده والله ان انت اكيد ربنا بيوعدك لشيء كبير في المستقبل. انا بقول لنفسي، انا عارف ان انا اشوف الفيديو ده اكيد في المستقبل ان شاء الله، وبقولها لاي حد من اخواتي او من الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي، كل اللي انت بتمر بيه دلوقتي ان شاء الله هيعدي، اكيد هيعدي، ما هيعدي زي ما عدى قبله. لكن اعرف ان على قد ما انت ربنا بيوعدك لشيء ان شاء الله عظيم وكبير في المستقبل، على قد ما هيختبرك دلوقتي ويمحصك ويضغط عليك، كل ده عشان يخرج منك الالماظ الحقيقي اللي جواك. فيعني ربنا يا رب يجعلنا راضين صابرين بما نمر بيه بشكل عام، ويعدي الامور دي، وان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا، كل ده اكيد، ودي قناعتنا ان شاء الله، ولن نستيئس ابدا ابدا من رحمه ربنا باذن الله. طب يا دكتور السؤال اللي جاي بقى، معلش يعني انا مش عارف هو حاسه كده يعني، هل انت اشطر دكتور علاج طبيعي في مصر زي ما هم بيقولوا؟ يعني شفت لك تعليقات كتير يقول لك ده اشطر دكتور علاج طبيعي، وناس جات لك العياده اشطر دكتور علاج طبيعي، فيعني انت بتقول على نفسك اشطر دكتور علاج طبيعي ولا ايه؟ ولا هتتغر ولا مقلب؟ فهمنا يا اخي، يسمع من بقك ربنا، يا رب نبقى يعني من الكويسين، بس يعني مش لازم نكون الاشطر على الاطلاق، بس يا رب نبقى من الكويسين. والله بص، هو كلمه اشطر دكتور علاج طبيعي اللي بتتقال في التعليقات وبتتقال لك كتير دي يعني ايه، بتبقى يعني جبر خواطر كده زي ما بيقولوا. انا يعني اعتقد والله اعلم يعني مين اللي يحدد اشطر واحد في الاطلاق يعني، اكيد هو ما جربش دكاتره العلاج الطبيعي كلهم، وانا بعتبر نفسي والله لسه في البدايات خالص خالص خالص. بفضل الله الواحد بيحاول يجتهد مع الحالات اللي بيشتغل معاها، بحيث ان احنا نقدم خدمه طبيه كويسه جدا، ونحاول ان احنا نكون سبب في شفاء المرضى، وفي الاخر الشفاء بتاع ربنا سبحانه وتعالى يعني، هو كله توفيق. وبيجي لي ناس من اساتذتي اللي بيعلموني، اللي انا اتعلمت على ايديهم، اللي انا يعني جنبهم علميا وعمليا واي حاجه صفر على الشمال، انا ما جيتش خالص، يقول لي انا جاي لك من عند الاستاذ الدكتور فلان، انا ببدا كده اقوم عادل نفسي في القعده كده، ايه ازاي؟ طبعا يعني مش بعمل كده قوي، بس احاول يعني اتماسك. يعني ممكن يكون ما حققش نتيجه كويسه مع حد اسم كبير، وهو حد فعلا على علم وخلق ومعلومات وخبره كبيره جدا، بس ربنا يشاء ويريد ويجعل الشفاء على ايدينا، والعكس بالعكس. يعني ممكن حاله تقابلني لا اوفق قوي في علاجها، وربنا يجعل الشفاء على ايد دكتور تاني. يا رب يا رب يا رب الواحد يكون من الناس الكويسه، ويكون بيقدم حاجه كويسه تفيد الناس، ويا رب ربنا يرزقنا حسنات ورا الموضوع دوت، ويرزقنا سعه في الرزق يا رب، اللهم امين. فيعني انا لا اعتبر نفسي والله ان انا اشطر دكتور خالص، بس يعني بفضل الله بحاول اتقن اللي انا بعمله، بحاول ان انا يعني ابقى سبب في شفاء المرضى، حتى لو مش بس خلال اطار العلاج الطبيعي، لو اقدر اساعده في حاجه ثانيه، وده انا بحاول اعمله في العياده، لو اعرف اوجهه لتخصص ثاني انا اكون فدته في علاج مشكلته، بحاول اكون بعمل ده. فيمكن والله اعلم ده سبب يعني للناس اللي زارتنا مثلا، الناس اللي بتقعد تجامل من بعيد وتقول اشطر دكتور دي، يعني ربنا يجعلنا كذلك، الناس اللي جات لنا بالفعل في العياده والحمد لله يعني عرفنا نحسنهم وشايفيننا ان احنا في المكانه دي، فربنا يكرمكم، ده شرف كبير لينا، وربنا يا رب يجعلنا دايما عند حسن الظن. طب يا دكتور حازم، على ذكر الشغل والحالات، ايه اصعب حاله قابلتك في الشغل؟ اكيد طبعا انت بتقابل حالات يعني صعبه، حالات مستعصيه شويه، ايه الحاله الصعبه اللي فعلا وقفت قدام دكتور حازم وحس فعلا ان هو مش عارف يعالجها؟ سؤال ممتاز، سؤال ممتاز جدا الحقيقه. يعني انا حضرني دلوقتي اكتر من حالتين، حاله خاصه بمفصل الفك، وحاله خاصه بمفصل الكتف. مفصل الكتف هو من اكثر الحالات اللي بتعامل معاها، وهبدا بيه في الاول الحاله الاولى. ده يعتبر يعني ايه، كنت لسه في بدايه شغلي، فيمكن برضو قله خبره شويه في الموضوع كانت فاكتور وعامل في الموضوع. بس كان ولد اسمه مؤمن، انا مش عارف مؤمن هيكون بيتفرج على الفيديو ده ولا لا، بس لو بيتفرج يعني هيعرف انا بقول ايه. مؤمن كان سباح، وكان عنده سكوليوزس او اعوجاج جانبي في العمود الفقري، وكان عنده الم في الكتف الايسر في التهابات اوتار. مؤمن كان حوالي 13 سنه وقتها على ما اتذكر، يعني كان في ثالثه اعدادي تقريبا، مش عارف بقى انتوا جمعوا السن بالظبط. مؤمن كان فيه مشكلتين، ان هو ماسك فيس، يعني وشه ما بيعبرش. يعني انا دلوقتي وانا شغال بضغط عليه في وجع ولا لا، يبقى ساكت كده يقول لي في وجع. طب انا مش شايف رياكشنات وشي تقول لي في وجع. طب خفت ولا لا؟ ساعات يقول لي مثلا ايه ما خفتش او خفت بدون اي رياكشنات. فانا كنت في الشغل الموضوع بتاع التواصل ده بيفرق معايا جدا، انا مثلا بضغط على حاجه بفك عضله او حاجه متنشنه او حاجه، فما كنتش عارف اتواصل معاه بشكل جيد. الحاجه الثانيه انه كان هاي ديماند قوي، يعني في مريض مثلا جاي متالم على مقياس الالم 10 من 10، فتيجي انت تنزله الالم دوت من 10 ل 8 من 10، يبقى طاير من السعاده ويقول لك يا ده انا الالم كان شديد وخف وشكرا وفي واحد يقول لك لا 10 من 10 دي انا مش هرضى باقل ان الالم يبقى 0 من 10، لما الالم يختفي خالص هقول لك ان الالم اختفى. تمام؟ فمؤمن كان من الناس دول، يعني ما يقولكش ان الالم قل
الا لما يكون قل جدا وقل فعلا. طب هو عنده التهابات اوتار وعنده عوجاج في العمود الفقري، ولو اجي اضغط عليه بضغط جامد، هو مش مديني رياكشن الالم، اقول له متالم ولا لا، يقول لي في الم. طب انت ما قلتش ليه يا مؤمن؟ المهم فكان التواصل صعب قوي وكان هاي ديماند جدا. فانا قعدت اعمل معاه اكسرسايز، واحنا بنعمل حاجه اسمها تندون لودنج، يعني بنحمل على الاوتار بتاعه الروتيتور كاف او العضلات بتاعه الكتف بشكل تدريجي، عشان التحميل لو زاد شويه انا اعيد الالتهاب تاني، ولو قل شويه يبقى مش بفيده اصلا. فشغال معاه وهو مفيش تواصل كويس. اشتغلت معاه جلسه في 2 في 3 في 4 في 5 و6. كان هو جاري، كان ساكن جنبي في نفس العماره اللي كان فيها العياده الفرع الاول بتاعنا. بعد فتره من الشغال من التمارين كل مره بقول له يقول لي في الم، اقول له طب خلاص قبل الالم هنقف، واحنا كنا بنعمل شويه اكسرسايز كده، وبعدين مثلا يبقى في الم في التمرين ده فقلل شده التمرين شويه، فنعمل التمرين اللي قبله شويه وبعدين نرجع للتمرين تاني. في الم يقول لي في الم، اقوم راجع لورا خطوه ونشتغل، وبعدين ارجع بعد كده اختبر، يقول لي في الم، ارجع لورا خطوه، وقعدنا كده حوالي 7 جلسات. وبعدين جيت بعد كده عادي خالص، هو مؤمن ما فيش رياكشنات، فباجي بيعمل الحركه اللي هو الكامله بقى، في الم ولا لا؟ قال لي ما فيش. لسه اقول له ارجع خطوه، ما فيش الم. انت بجد يا مؤمن مفيش الم؟ ارفع ايدك مفيش الم، نزل ايدك مش عارف ايه، حط ايدك ورا ظهرك. كتفه بفضل الله بفضل الله اتحسن بشكل 100%، يعني احنا كنا من 0% ل 100% على طول. فدي كانت من الحالات الصعبه اللي كانت بدات تحسسني ان انا بالاحباط، وحسيت ان انا مش هعرف اجيب معاه نتيجه خالص. فاعتقد طولت عليكم قوي، فمش مهم نتكلم عن الحاله الثانيه دلوقتي. دي كانت من اصعب الحالات اللي قابلتني، والحمد لله نجحنا في علاجها يعني. طب يا دكتور حازم، سؤال بما له علاقه بالاحداث. انا مش عارف انت متابع ولا لا، بس احداث فلسطين واللي بيحصل في غزه بقالها فتره شغاله، داخله فوق الشهرين ونص، داخله في ال3 شهور اهو. هل انت لسه متابع؟ وايه رايك في اللي بيحصل في فلسطين؟ وايه رايك في اللي بيحصل في السودان؟ ولا ما تعرفش اللي بيحصل في السودان يا دك؟ هل انت منكب بس على العلاج الطبيعي ومش مهتم بقى بقضايا المسلمين، ولا الكلام على ايه؟ يا عبدو، يا عبدو قلبت علينا المواجع يا عبدو. طيب يعني الواحد يبدا كده يعني بالدعاء لاخواتنا في فلسطين وفي السودان وفي كل مش بس فلسطين والسودان يا اخ عبدو، العالم الاسلامي يتقطع وينزف، يعني ربنا يا رب يحقن دماء المسلمين جميعا يا رب، اللهم امين. اللي بيحصل الصراحه مزعج، والواحد متابع اخبار، بس طبعا والله من بعيد الواحد يعني كل ما يتابع الاخبار دي عن كثب وقريب بيحبط بشكل كبير، ويحس بالعجز ان هو مش عارف يشارك في اي حاجه يعني الا قليلا يعني. وعلى الاقل ما نملكه الدعاء، بس برضه في احساس بالعجز كده يضايق، خاصه ان انت مع طول المده شويه ممكن، واكيد ده شعور تبادر لحضراتكم يعني، بتحس بفتور شويه. بس سبحان الله يعني تيجي لك شويه قضايا كده تحسسك بتفاهه ما تفعله في حياتك مقابل عظم ما يفعله الاخرون. لسه الشهيد اللي مات في فلسطين اللي اتضرب بصاروخ والدرون والطياره جايباه من فوق، وبعدين يعني الراجل تقريبا بطنه كلها اتخرمت على قد الصاروخ تقريبا، وبعدين يعني خلاص ادرك انها ضربه في مقتل، ضربه مقتل هيموت وهيستشهد، وبعدين قام سجد. يعني الواحد بيدعو ربنا سبحانه وتعالى بحسن الخاتمه، بس انت تموت شهيد نحسبه كذلك والله حسيبه، وتموت ساجد، يعني انت الناس هتحتار فيك سبحان الله. يعني هتبعث شهيد، ولا هتبعث بدمك بتنزف، ولا هتبعث ساجد، ولا هتبعث ساجد وشهيد؟ سبحان الله، يعني اغبطك على ما انت فيه، الله يرحمك يا رب ويتقبلك من الشهداء. ويعني حاجه بجد تشرف، والله حاجه بجد تشرف. ربنا يرزقنا الشهاده، وربنا يثبتنا. يعني ايه داعي الجهاد كده ان احنا نطلع، يعني ربنا يا رب يجعلنا من الثابتين والناس اللي قد الموقف ده بما يخص فلسطين وفي السودان. يعني السودان لسه كان عندي استاذ محمد عز الدين، ده احد الاخوه تلقى العلاج عندنا في المركز يعني، وحاليا متابعين تغذيه مع بعض. هو من الخرطوم، يعني الراجل يعني كان عنده شغل وبزنس وحاجات في السودان وكلها باظت. سالته على الاحوال في السودان بقى بشكل قريب، يعني ناس يعني مش عارف، لا حول، يعني مش عارف اقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل. ناس لما تبقى يعني سبحان الله، يعني ايه الهدف من ان انت تدخل تكسر بيوت وتقتل ناس؟ يعني لا حول، بدون اي هدف وبدون اي داعي. طب ما تكسرش، ليه تكسر؟ يعني ليه تخرب بس من اجل الخراب؟ ليه؟ يعني انا والله يعني ماليش في نظريات المؤامره، بس يعني اعتقد الله اعلم مفيش حد بيخرب من اجل الخراب، ودي مش فطره البشر حتى لو كانوا سيئين. يعني على الاقل هتسرق مصنع استفيد بيه، انما انت تبوظه ليه؟ يعني اكيد حد قال لك تبوظه. فيعني ربنا يا رب يعني يكون مع اهلنا في السودان ويكون مع اهلنا في فلسطين، ويصلح الامور ونرجع كلنا ايد واحده، وربنا يا رب يعني يشفي اي جريح مسلم، يرحم اي مريض مسلم، يرحم اي ميت مسلم، اي حد اهله اتاذوا في حاجه زي كده ربنا يا رب يصبركم. واحنا مش ناسيينكم، واحنا فاكرينكم، واحنا بنحاول والله نخصص لكم جزء في الدعاء، لو نقدر نساعد حاجه بنساعد بيها. ويعني اعذرونا على عجزنا وتقصيرنا، وربنا يتولى امركم، يعني هو حسبكم ونعم الوكيل. بص بقى يا دكتور، السؤال ده يعني مهم بالنسبه لي، يعني سؤال وجودي كده. لو انت دلوقتي يا دك بقى معاك
100 مليون دولار، ولا بلاش 100 مليون دولار كتير قوي، خلينا نقول مليون دولار واحد بس، تمام؟ هتعمل بيه ايه كدكتور حازم كده؟ ايه احلامك من غير ما تفكر؟ اديني الاجابه على طول من غير تفكير. طيب يعني 100 مليون دولار ولا مليون دولار؟ عشان ده فرق كبير قوي يعني، انت نطيت من 100 لمليون، بس خلينا نقول مليون مفيش مشكله. لو معايا مليون دولار هعمل بيهم ايه؟ طيب ماشي، طب يعني ما لازم افكر، هحاول ارتجل. لو معايا مليون دولار يعني انا فلوسي كده، يعني انا بحاول والله افكر معاك كده، يعني هتبقى في كذا اتجاه، يعني حاجات اتجاهات دنيويه وحاجات خاصه بالاخره. يعني اكيد جزء من المليون دولار دي هيبقى ليه زكاه مال مثلا، فهنخرج الزكاه بتاعته. اكيد هيبقى في جزء صدقه كبير، اكيد هعمل نوع من الصدقه الجاريه. والله دي حاجه نفسي اعملها، يعني مش عارف اعملها ازاي، ومش عارف هل الموضوع ده ممكن يساء فهمه او يساء استغلاله. بس يعني انا حلم حياتي ان انا افتح مركز علاج طبيعي كبير، يكون ملحق بيه جيم، يعني زي منتجع صحي كامل خاص بالرياضيين والتاهيل بشكل خاص. لو عرفت اعمل واحد من المنتجعات دي يكون غير ربحي، او مش غير ربحي يعني، هو غير هدف للربح بس ليه فند او سورس تمويل، بحيث ان هو يدور. يعني انا حتى لو خدت نص المليون دولار دي كلها وعملت بيها المشروع، ما هو هيبقى في بعد كده محتاجين مرتبات، فحاجه يعني لازم في فلوس تدوره. ممكن يكون قائم على التبرعات، ممكن يكون قائم على ان الناس اللي معاها الفلوس تقدر بتدفع، واللي معهمش فلوس بيقدروا يتقدموا للاداره بشكل ما يعرفوهم بحالتهم ويتلقوا العلاج ممكن مجانا تماما او مخفض. فانا نفسي اعمل حاجه زي كده تخدم اكبر قدر ممكن من الناس، وتكون يعني فعلا الدكاتره فيها شغاله وبتاخد مرتبات كويسه، والدكاتره مش عارفه ان الناس دي ما بتدفعش فلوس، فالدكاتره بتقدم خدمه كبيره جدا للمرضى، وفاكرين المرضى دافعين فلوس فبياخدوا حقهم، يعني زي ما بيقولوا تالت ومتلت، فيكون في خدمه علاجيه كويسه. يعني ده حاجه. الحاجه الثانيه افتح بقى المشروع بقى اللي انا بحلم بيه، اللي هو مركز واكتر علاج طبيعي كمصل كلينيك، تكون موجود على الارض اكتر، تخدم ناس اكتر، طبعا يكون لها ربح. يعني ده الاثنين جنب بعض الحقيقه بالنسبه لي يدا بيد، حاجه هتوفر لي سعه في الرزق دنيويا، واقدر اصرف على بيتي واحقق طموحاتي الدنيويه اللي انا هتخليني انا واسرتي واهلي سعداء في الدنيا. وحاجه ثانيه تكون بالنسبه لي صدقه جاريه تتم بقى بعد ما اموت وتكمل، دي حاجه. وفي حاجه ثالثه جت في دماغي دلوقتي وانا بفكر معاك، يعني الحاجه دي نفسي فعلا اعمل محتوى اسلامي درامي بدون مخالفات شرعيه كبيره، او بدون مخالفات شرعيه اصلا، اقدر اوضح بيها افكار اسلاميه كتيره جدا، مع ان انا ادخلها في الطب. يعني الموضوع ده انا بحب جدا التمثيل، مش عارف الناس تعرف ده ولا لا، والتمثيل في حد ذاته على فكره مش حرام يا جماعه، ما دام هيتم في اطار كويس والهدف منه كبير. لان التمثيل او بشكل عام الدراما، او ان انت تعمل فيديو زي ما انا بعمل كده دلوقتي، بس انا مش بمثل دلوقتي، يعني زي ما بنقدم محتوى، ده بالنسبه للشباب وبالنسبه للناس هو بيكون رول موديل، او يعني المحتوى بالمثال بالقدوه. فالدراما مؤثره جدا، فنفسي فعلا انتج فيلم او مسلسل او اكتر. يعني مش لازم، يعني انا الفلوس دي هستخدمها في انتاجه، ممكن اشارك في العمل ده انا شخصيا حتى لو فري كامل من غير ما اخد اي فلوس. انا شايف رساله كبيره جدا ممكن نقدمها، نبين الناس والعظماء اللي في الاسلام بشكل بجد بالمواقف، مع ندخله في الطب ازاي مش عارف، بس يعني ايه، حد سيناريست كده مهتم بالموضوع يتواصل معانا ونعمل حاجه زي كده ان شاء الله. يعني يمكن ده اللي هعمله بالمليون دولار. دكتورنا اخيرا وليس اخيرا، وانت الصراحه يعني رديت يعني على الاسئله النهارده، وهي هل انت راضي عن نفسك؟ هل انت وانت نايم كده على مخدتك بالليل راضي عن نفسك؟ السؤال ده يعني عايزك تجاوبني عليه بنوع من الايه اللي في قلبك، يعني يطلع من قلبك على طول فينا في الكاميرا. قول لي كده، هل انا راضي عن نفسي؟ يعني الحقيقه يعني انت تسأل اسئله لئيمه. طيب يعني مش عارف برضو انت رضا عن نفسك في ايه، يعني رضا دنيويا ولا رضا اخرويا؟ يعني انا بشكل عام كلمه الرضا دي بالنسبه لي صعبه شويه. بفضل الله الواحد بيحاول يرضى بقضاء الله، يعني ايا كان ربنا اللي بيكتبه علينا من حلو ومن وحش. يعني الواحد اصلا لما بفكر فيها بعقل وبذكاء، يعني بمنطق تشغل دماغك، يعني الابتلاء نزل، يعني اي مشكله انت بفقد حد عزيز عليك، ضيق في الرزق، ضيق في الصدر، مشاكل الحياه، يعني ربنا مقدر الموضوع ده عليك، هيحصل لك لازم. رفعت الاقلام وجفت الصحف. فهل انت هترضى ولا هتصبر بس؟ طب هل انت هتجزع؟ يعني انا شايف خلينا نقسم الموضوع لثلاثه، هتجزع ولا هتصبر ولا هترضى؟ الجزع بشكل عام مش هيفيدك بحاجه، ده انت يعني انت هتاخد سيئات ومش هتاخد اجر، والموضوع حاصل. فيعني ده بعتبره قله ايمان طبعا ودين وقله عقل، يعني تمام. طب الصبر انت كده زي اي حد، يعني ده العادي. طب انت عايز تبقى سوبر، ربنا سبحانه وتعالى اللي رزقك النعم اللي انت لو فكرت في اصغر نعمه فيهم ان انت بتتكلم دلوقتي. انا كان عندي دور برد لسه اثر في صوتي دلوقتي، ما كنتش عارف اخد نفسي بشكل كويس، كنت مصدع ولحد دلوقتي مصدع جامد. فانت مقدر نعمه ان انت تبقاش مصدع، مقدر نعمه ان انت تبقى معافى ما فيكش حاجه، مقدر ان انت نعمه انت بتنام اصلا عارف تنام، مش بيجي لك نوم. فلما بتعد وتشوف نعم ربنا عليك بتستصغر اي حاجه، فانت هترضى، يعني هتاخد ثواب الدنيا والاخره وربنا هيخلفك خير. فانا شايف الرضا، وطبعا الرضا ده فضل من عند ربنا، يعني برضو ما تقدر مش باجتهادك، انت الصبر ده باجتهادك، الرضا ده بتاع ربنا. فاصبر كويس عشان ربنا ان شاء الله يرزقك الرضا. اما دنيويا بقى، لو انت بتسال على دنيويا، يعني انا يعني دي مش عارف دي آفة عندي ولا ايه، بس يعني مشكله عندي طول
طول حياتي انا عمري ما رضيت عن نفسي في حاجه، يعني عمري ما عن عمل انا عملته، عن فيديو مثلا زي اللي انا بصوره دلوقتي، عمري ما كنت راضي 100% عن حاجه تقريبا. يعني دايما مثلا ايه 90%، 80%، 70%، 95%، ده انا كده قفلت. وده بيعمل لي مشاكل في حياتي شويه، ان انا دايما عايز اعمل حاجه افضل. فده يعني هو كويس بيطلع حاجات احسن مفيش مشكله، بس بيضغطني انا كتير. فدي نصيحه لنفسي، يعني ان انا احاول اهدى شويه واحاول ارضى شويه باللي انا بعمله، وان انا اقول لنفسي ان انا بعمل اللي عليا. يعني بحاول اعمل اللي عليا. ساعات ما بعملش اللي عليا قوي، يعني بيبقى في اكتر ممكن يتعمل، بس يعني سيلا في هذه هي الحياه. ربنا يا رب يجعلنا من الراضين يعني، ويرضينا ويرزقنا الرضا، ويجعلنا من الايه، من الناس الراضيين كده. وانا بقى بعيدا عن عبده، يعني انا هختم انا الفيديو دلوقتي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يعني فكره جديده حابين نعملها بحيث ان احنا نطرح اسئله دي كتير منها اتسال يعني منكم. وانا كنت متقمص شخصيه عبده النهارده يعني فاتمنى اكون عرفت اجيب عبده كويس. ولو عايزين تشوفوا فيديوهات ثانيه مع عبده زي كده عرفوني تحت في التعليقات. ربنا يا رب يعني ينفع بالمعلومات اللي احنا بنعملها دي. يعني لو عجبك الفيديو ممكن تشيره، ممكن تعمل لايك، ممكن تقول لي في تعليق انت حابب تشوف حاجه زي كده تاني ولا لا. يعني انا ما شفتكمش في الكاميرات، بس بحبكم والله كلكم في الله. وربنا ينفعكم بالمعلومات دي اللي احنا بنقولها، ودعواتكم لينا بالتثبيت كتير والثبات، ودعواتكم ليا كتير، لان انا بمر بفتره فعلا صعبه في حياتي. كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.